السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي الغاليين. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم حاجة جميلة وزي العسل وكلنا بنحبها وبتدفينا في الشتاء. النهاردة ان شاء الله هنعمل لكم بليلة. جبنا القمح بتاعنا، نقيناه وغسلناه ونضفناه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، ونقعناه 4 ساعات. وزي ما شفتوا المية بتاعته بيضة زي الشمع اهي. جبنا الحلة بتاعتنا وهنصفيه من المية ونحطه فيها. عايزه اقول لكم ان البليله الاولاد عندنا بيحبوها قوي، جميله، حاجه سهله وسريعه. انا نقعته 4 ساعات. بوريكم الحبايه، يعني مش هتاخد سوا كتير على النار. كل ما تنقعيها فتره اطول كل ما تاخدش معاكي سوا على النار. يعني دي نقعتها 4 ساعات، تنقعي 3 4 5 براحتك. جبنا ميه سخنه بتغلي وهنحطها عليها، هنغطيها بالميه. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين متنقيه كويس ومغسوله كويس. هنرفعها على البوتاجاز تغلي معانا. احنا غطيناها من المية، غطيناها بالمية كده، وهنشوفها لما تيجي تتشرب المية. لو استوت خلاص على كده حاسين ان هي عايزة سوا كمان، نزودها شوية مية كمان، ما فيهاش مشكلة. وبسم الله ما شاء الله النص كل ده بيزيد، يعني هي بتزيد بكمية كبيرة. هي القمح بتجيبيها من عند العطار. انا بصراحة مش عارفة سعرها كام دلوقت، لان انا جايباها من عند والدي، ربنا يبارك في عمره ويديه الصحة. وكده كده بيزرعها فاحنا بنجيب من عنده. ما استوتش قوي فهنحط لها شوية مية سخنة كمان تكمل سواها. ما تخافوش، هي ما خدتش وقت على النار، ما خدتش نص ساعة تقريبا كده، نص ساعة. لان ايه، لما انا بليتها 4 ساعات ده بيساعد معاك ان هي ايه، تستوي اسرع. يعني ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا النص كيلو زاد وعمل قد ايه، عمل اكتر من نص الحلة. استوت الحباية، كبرت كده وفتحت، لونها ابيض من جوه، بيضة ما شاء الله وجميلة ونضيفة. قاعدين نقول احنا سقعانين، عايزين حاجة تدفينا وعايزين حاجة مسكرة، وان مفيش احسن من البليلة واسرع واسهل. طبعا انا لقيت الكمية كبيرة على الحلة فجبت بولة وهنقص فيها كام معلقة كده، وهشيلهم في الفريزر العادي. وممكن اطلعهم اعملهم في اي وقت، وانت ممكن تسوي كيلو وتشيلي برضو عندك مستوية جاهزة في الفريزر، تطلعيها تحطيها في اللبن وتبقى جاهزة معاكي على طول. انا شلت عشان ايه، اظبط الكمية في الحلة. احتجتهم هعملهم، ما احتجتهمش هرفعهم في الفريزر. جبنا اللبن بتاعنا ما شاء الله اللهم بارك. معايا 2 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنسيبها بقى تغلي كده وتشرب من اللبن بتاعها، ونحط لها السكر. السكر على حسب الرغبة، وما تسكرهاش قوي كمان، عشان لو في حد مش عايزها مسكرة قوي وفي حد عايزها بقى مسكرة يبقى يحط في الطبق بتاعه. احنا كده عملنا السكر المظبوط، في ناس بتحبها مسكرة شوية. هتغلي بقى معانا والقمح يشرب من اللبن ويشرب من السكر، وحاجة كده جميلة وبتدفي وبتشبع، والأولاد كلهم بيحبوها ما شاء الله. هنجيب 2 باكت فانيليا. زي ما قلت لكم كده، حطينا لها اللبن بتاعها الجميل، وحطينا السكر وحطينا الفانيليا. سيبها تغلي كده وتتغلغل وتشرب منهم شوية. جبت معلقة نشا واحدة فقط لا غير، معلقة. يعني شوفوا ما شاء الله الكمية اللي قدامكم دي كلها ما حطيت لهاش الا معلقة. انا فكرت بالنهار ان احنا عايزين نعمل حاجة حلوة، رحت جايبة القمح منقياه وغسلاه ونقعاه جنبي، وجيت بالليل علقت عليها، ما خدتش نص ساعة ما شاء الله. كلنا منها كده وتدفينا، وايه، حاجة زي العسل. جربوها كلكم هتحبوها، والطريقة بتاعتها زي ما قلت لكم. الكمية دي كلها حطيت لها معلقة نشا فقط لا غير. انا مش عايزاها تبقى تخينة ولا لفة زي الرز ابو لبن ولا زي العاشورة ولا كده. انا بس ايه، اديت لها معلقة واحدة كده تبقى ايه، تقيلة سيكة.
سيبها بقى تشرب من النشا بتاعها والفانيليا والسكر واللبن. مش قادرة اوصف لكم الطعم والجمال، جربوها بنفسكم مش هتلاقوا ألذ وأطعم من كده. اهي ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا للي ياكل. اللهم صل على النبي. جبت بقى البولات بتاعتنا الازاز دي اللي هنغرف فيها. ما شاء الله بتتاكل سخنة، نغرف كده وناكل، والباقي بيفضل في الحلة. بتسخنيه بعد كده وتغرفي منه عادي. وعايزة اقول لكم هي لما بتبرد تتقل شوية، لان كده كده القمح ايه بينشي وكده. فانا ما بحبش ايه اخليها اتخن من كده، هي كده القوام المطلوب يعني. بنغرف للي عايز، واللي عايز سكر بنزود له، واللي عايز مكسرات بنحط له، ولو فات حاجة بتفضل في الحلة. ما شاء الله غرفنا 5 بولات والباقي في الحلة اهو، يعمل 5 كمان او اكتر. ما شاء الله. جبنا بقى المكسرات، احنا مش هنحط غير في ايه طبقين 2 بس، عشان في ناس بتحبها بالمكسرات وفي ناس بتحبها بس البليلة والسكر واللبن. ما شاء الله. قلبها قدامكم واوريكم القوام بتاعها، وكل ما تبرد بتتقل شوية يعني. ما شاء الله. تاكلي كده بقى ايه عسل، طعمها ما شاء الله زي العسل. متنسوش بقى لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. وادي شوية البليلة اللي احنا القمح اللي احنا حشناهم اهو. عوزناهم هنزود عليهم لبن وسكر، ما عوزناهمش هنرفعهم في الفريزر ونعملهم مرة تانية. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي.